الله بخير. اشتهيت كيكة الموز وقلت أطبقها معاكم، وطريقتي في كيكة الموز جدا هشة ولذيذة ومضمونة، وإن شاء الله راح تعجبكم. وراح أحتاج دقيق، سكر بني، جوز، بيض، قرفة مطحونة، ذرات ملح، زبدة، موز، بيكربونات صوديوم، وفانيلا، وزبادي، وليمون. هذه هي المكونات اللي راح احتاجها في كيكة الموز. بسم الله نبدأ وصفتنا. هنا قطعت الزبدة مربعات، وطبعا لازم يكون الزبدة والبيض بدرجة حرارة الغرفة، ما يكون بارد يعني. وهنا هرست الموز، تهرسوه بشوكة أو بالهراسة اليدوية. هنا حطيت زبادي، راح أضيف القرفة والملح، كمان أضيف البيض والفانيلا. هنا راح أضيف شوية ليمون عشان ما يسود معايا الموز، شوية بس. وراح أضربهم بالمضرب الكهربائي. ودحين راح أضيف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، السكر، برضو أضربها بالخلاط. وآخر شي راح أضيف الدقيق. آخر خطوة راح أضيف الجوز، كسرته بالشكل هذا، وراح أقلبه. طبعا قوام الكيكة لازم يكون ثقيل بالشكل هذا، ما يكون خفيف زي أي كيك يعني نوع ثاني. وهنا دهنت صينية بشوية زبدة ورشيت عليها شوية دقيق، ونزلت فوقها الخليط، وراح أدخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي معايا الكيكة من تحت، وبعدين أحمرها من فوق. وجهزت كيكتنا اللذيذة، هذا شكلها النهائي، وزي ما انتم شايفين جمالها ما شاء الله تبارك الله، وبدون مبالغة ناجحة بجميع المعايير، تجنن. يعني بالعادة كيكة الموز كذا تجيكم قاسية، لا هذه مرة ترفة وتجنن، لازم تجربوا الطريقة وراح تعجبكم إن شاء الله. ما شاء الله كيف ترفة، شايفين؟ خيالية، تجنن.